لان صدقني مفيش اتش ار دلوقتي ومفيش شركه دلوقتي بتعين واحد في الكنافه. لازم تكون قوي ولازم يكون معاك سي في كويس علشان خاطر يعينوك في الشركه بتاعتهم. يا هلا بالشباب، ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. هنا سلسله حلقات بستغرب، واللي هي هتكون رابع 5 حلقات من سلسله حلقات اس بي في. وزي ما قلنا اس بي في stands for short positive videos، بنعملها كل يوم في شهر رمضان عشان نتكلم عن حاجات مفيده لنا كلنا في كل مجالات حياتنا، منها نفسيتنا، دراستنا، شغلنا، مقولات هتاثر فينا وناس كتير مؤثرين قالوها، واخرهم كان النبي صلى الله عليه وسلم بقوله استعن بالله ولا تعجز، وان اصابك شيء فلا تقل لو اني فعلت كذا وكذا، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلا لو تفتح عمل الشيطان اكيد. وفي سلسله حلقات بستغرب اتكلمت عن 3 حاجات لحد دلوقتي، ورابع حاجه هتكون بستغرب ان انت لحد دلوقتي ما عندكش سي في. وفي سلسله حلقات بستغرب بقول فيها حاجات بستغرب فيها ان الطالب لحد دلوقتي لسه ما عملهاش، او اللي لسه متخرج لسه ما عملهاش. واول حلقه من سلسله حلقات بستغرب اتكلمت فيها ان انا بستغرب ان انت لحد دلوقتي في الجامعه ولسه ما بداتش تتعلم انجلش. تاني حلقه من حلقات بستغرب ان الطلبه بتصرف فلوس كتير جدا على كورسز ودبلومات في مجال التخصصات بتاعتهم، في حين ان الاماكن الكبيره في مصر زي الجامعه الالمانيه والجامعه الامريكيه والجامعه البريطانيه بتعمل الكورسز دي باقل من اسعار المراكز دي. تالت حاجه بستغرب منها انك لحد دلوقتي ازاي ما عملتش لينكد ان بروفايل، ودي حاجه فعلا صعبه، ان لحد دلوقتي انت عايز تعمل كارير وعايز تشتغل في اماكن كويسه وعايز تتواصل مع ناس محترفين في المجال بتاعك، وانت لسه ازاي ما عندكش الحساب اللي هتكلم بيه الناس دي. ولو انت لسه ما اتفرجتش على حاجه بستغرب هتطلع لك فوق هنا في الاي اللي فوق واحده ورا واحده. وفي حلقه النهارده بستغرب ان انت لحد دلوقتي او انت لحد دلوقتي ما عندكيش سي في كويس وابديتد. لو انت بتفكر تعمل كارير كويس، ولو انت بتفكر تلتحق بشركات عالميه في مجال التخصص بتاعك، او لو انت بتفكر تشتغل في اماكن انترناشونال او مالتي ناشونال في مجال التخصص بتاعك، ايا يكن بقى هو تدريس، برمجه، جرافيك، اي حاجه، انت لسه ازاي لحد دلوقتي ما عملتش السي في بتاعك؟ لسه ازاي ما كتبتش السي في احترافي علشان خاطر تظهره للناس في لينكد ان بروفايل بتاعك؟ دلوقتي احنا قلنا الحلقه اللي فاتت هتلاقيها طالعه من الاي اللي فوق هنا ان انت ضروري تعمل حساب على لينكد ان، علشان خاطر لينكد ان هيوصلك بالتوب اكسبرتس في المجال بتاعك، وخلاص تقدر تتواصل معاهم كده عادي من غير ما يكون ما بينكم حدود، وده طبعا بكل احترافيه. فهنا انا بقول لك ان كول فور اكشن ان انت تعمل السي في بتاعك، علشان خاطر مهم جدا ان يكون عندك سي في ابديتد متحدث يا جماعه. يعني ما يكونش سي في اخره وانت لسه طالب في اولى جامعه وانت دلوقتي في رابعه او انت دلوقتي في ثالثه، لا، المفروض تكون انت عملت السي في بتاعك وحطيت فيه المشاريع اللي انت عملتها، او حتى الشغل اللي انت اشتغلته، او الكورسز اللي انت اشتغلتها، هتحطها في لينكد ان بروفايل بتاعك عادي، وكمان هتحطها في السي في بتاعك برضه، علشان خاطر لما تيجي تقدم على وظيفه فريق الاتش ار هيتابع السي في بتاعك، وفريق الاتش ار برضه هيفتح لينكد ان بروفايل بتاعك، فالاثنين متشابكين ببعض. فلازم يكون عندك سي في قوي، ولازم يكون عندك برضه لينكد ان اكونت قوي، علشان خاطر لما الاتش ار يفتحوا الاكونت بتاعك يشوفوا ان انت شخص اكتف، ويشوفوا ان انت حد لايف لونج ليرنر، وكمان يهتموا ان انت تشتغل في المؤسسه بتاعتهم. لان صدقني مفيش اتش ار دلوقتي ومفيش شركه دلوقتي بتعين واحد في الكنافه. لازم تكون قوي ولازم يكون معاك سي في كويس علشان خاطر يعينوك في الشركه بتاعتهم. فانا هنا مش بلومك انك ما عملتش السي في لحد دلوقتي، ولكن بوعيك وبنصحك انك تعمل السي في بتاعك دلوقتي، علشان خاطر لما تيجي تقدم على شركات انترناشونال ومالتي ناشونال يشوفوا ان انت حد اكتف وحد كويس ويعينوك في الشركه بتاعتهم. ولو انت لسه ما عملتش سبسكرايب في عباية نيدي كوتشنج، احب اقول لك انك فايتك حاجات كتير قوي تخص التعليم وتخص الكوتشنج وتخصك انت كمان. اتمنى تعمل لايك للفيديو وتعمل شير للفيديو لزمايلك وتقول لهم يا ريت تعملوا السي في بتاعكم، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وابشر يا صديقي.